ازاي نوزع اكلنا، ازاي نفطر، ازاي نتسحر، عدد الساعات اللي لازم المعده ترتاح قد ايه. نقول بقى روشته نختم بيها الحلقه. الحته دي مهمه. طبعا كلنا مش زي بعض، بس انا هدي مثال بسيط لاي حد ممكن يحاول يعمله، بخلاف بقى هو مريض سكر ضغط ناخد بالنا من الحاجات دي. طبعا بنجرح صيامنا بكوبايه عصير او كوبايه لبن وثلاث تمرات زي ما اتفقنا بالظبط، ونصلي المغرب ندي 10 دقائق ربع ساعه لحد ما نحط السفره بتاعتنا او شوربه للي بيحبوا الشوربه بالظبط يعني. ونحط السفره بتاعتنا ونبدا نحط بقى الاكل بتاعنا. هيبقى فيه تنويع في الاكل، طبق سلطه وطبق خضار عشان الالياف بتاعتنا يبقى خدنا احتياجنا منها، والبروتين بتاعي سواء لحمه او فراخ او سمك، ربع فرخه 2 قطعه لحمه او حسب الكميه اللي احنا قلنا عليها على حسب الفاكتور بتاعه. هناخد معاها النشويات بتاعتنا زي الرز او المكرونه او العيش بمعدل من نص رغيف لرغيف، من 6 ل 12 معلقه رز مثلا لو حد بيحاول يتبع نظام صحي عشان يبدا يحصل له اكتساب لصحه من رمضان او انقاص في الوزن. نحاول ان احنا نشرب الميه بتاعتنا متوزعه من الفطار للسحور كل ساعه، ما نبقاش اشربها ساعه الفطار بس وساعه السحور بس، عشان ده هيفقد، لان انت اللي داخل جسمك بيخرج، لازم توزعها كل ساعه زي ما اتفقنا. بعد الفطار خلاص خلصنا اكلنا، بنستنى من 2 ل3 ساعات، وممكن ناخد سناك بسيط كفاكهه، كقطعه حلويات، شويه مكسرات، فواكه مجففه، مش بنقول لا، بس دايما باعتدال، ما يبقاش ان انا باخد كميات كبيره اقعد على طبق حلويات كل يوم حلويات. الحلويات مش ممنوعه تماما، بس يعني مش هنحرم نفسنا ونركز ان انا مريض سكر، لا انا مريض ضغط، انا شخص طبيعي، انا بعمل انقاص وزن، لان كل واحد بيبقى له نظامه. فما ناخدش المريض السكر ان هو نقول له خد حلويات، هناخد فاكهه، ناخد مثلا حاجات زي مكسرات، هتبقى فايده ليه بتهيألي اكتر، غير اما ياخد مثلا مره في الاسبوع قطعه حلويات. السحور بتاعنا لازم ناخد سحور، لان تصحروا فان في السحور بركه طبعا. حتى لو انا قبل ما انام يا دكتور انا ما بستناش لحد الفجر، فبالتالي ممكن تاخدها وتنوي نيه السحور ان ده سحور وتتسحر، هتاخد فول. طب في ناس بتتسحر يعني لازم قبل الفجر على طول وبعدين تصلي وتنام، هل ده مضر ولا لا؟ كبار السن يبقى ما فيش مشكله، الا لو هو بيشتكي من مشاكل في المعده يفضل قبلها بساعتين 3 قبل النوم. الاطفال عشان ما بيعرفوش بيتدربوا على الصيام ممكن نديهم السحور قبل الفجر بالظبط، عشان الفتره دي ما يحسش انه هبطان او جعان. يعني في ناس كده بيبقى ليهم ايه الحاجات دي. يعني انا اقصد بس انه الاكل وخاصه السحور هيبقى تقيل بقى، فول وبيض ومش عارفه، هل ده قبل النوم على طول مش مضر؟ لو شخص بيتقل في الاكل هيبقى مضر طبعا. اما لو خد احتياجه مثلا 6 معالق فول، بيضتين مسلوقين، قطعه جبنه مع نص رغيف، مع خيارتين مثلا وطماطمايه او شرايح فلفل، لازم يبقى متنوع بقى. لازم ناخد الالياف دي عشان تحافظ لي على الميه اثناء اليوم، واخد كوب زبادي عشان برضو من الحاجات اللي بتعمل لي ارتواء اثناء اليوم. زي الخضروات والفاكهه والزبادي من الحاجات اللي تساعد ان الجسم يحتفظ بالميه. والعرقسوس بس بيبقى مضر للناس اللي عندها ضغط عالي. كويس. فبالتالي احنا كده خدنا روشته مبسطه وبسيطه هتساعد الناس ان هم يطلعوا من رمضان وهم خاسين وصحتهم احسن ان شاء الله. إن شاء الله. دكتور هشام بشكرك، كل سنه وانت طيب، كل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم عليك وعلى اسرتك وعلى كل الشعب المصري.